اهلا بيكم في قصة وحكاية جديدة. بس قبل ما نسمع حكايتنا النهاردة ياريت نعمل اعجاب على الفيديو ونشترك في القناة. هحكي لكم النهاردة اللي حصل بيني وبين مرات خالي، وايه اللي حصل بينا بالظبط، وهي عملت ايه وانا عملت ايه. تابعوا القصة للنهاية. انا اسمي اكرم، وانا عمري دلوقتي 28 سنة، وانا ولا متجوز ولا خاطب، وعايش في بيت اهلي مع امي واخواتي البنات التلاتة اللي اصغر مني. ابويا الله يرحمه اتوفى من كام سنة، وسابني انا المسؤول عن امي واخواتي. وانا من اسره بسيطه قوي، وابويا الله يرحمه كان موظف صغير، وطول عمرنا واحنا ماشيين على القد. ولما ابويا توفى ما سابلناش الا معاش بسيط، وطبعا المعاش بتاعه ما كانش بيكفي مصاريفنا خالص. وعلشان كده انا لما خلصت الجامعه اشتغلت، وانا اللي بصرف على البيت وعلى ماما وعلى اخواتي. وانا ليا خال وخاله، وهما الاتنين ظروفهم الماديه كويسه قوي. وانا من زمان وانا مرتبط ببنت خالتي، وعشنا سنين انا وهي واحنا بنحب بعض. وخالتي كانت شايفة اني انا عايزة اتجوز بنتها علشان انا طمعان فيها هي وجوزها، لكن طبعا ده ما حصلش. وحصلت مشاكل في الفترة الاخيرة كتير قوي، ما بين ماما وما بين خالتي، وبرضه ما بيني وما بين خالتي. والمشاكل دي انتهت بان خالتي طلبت مني ما اتصلش ببنتها تاني ولا اتواصل معاها، وقالت لي لو عملت ايه انا مش هجوزك بنتي، لانكم باختصار ما تنفعوش لبعض. انا بنتي متدلعه وطول عمرها وهي عايشه احسن عيشه، وانت مش هتقدر انك تعيشها في نفس المستوى اللي هي عايشه فيه. وانا طبعا كان بقالي سنين بحب بنت خالتي، وكنت مرتبط بيها قوي، بس انا لقيتها مياله لكلام مامتها، او يعني مامتها اقنعتها بكلامها. وانا بصراحه ما كنتش متوقع من بنت خالتي كده، يعني انا كنت فاكر ان هي هتتمسك بيا اكتر من كده. بس هي سابتني وقالت لي خلاص كل واحد مننا يروح لحاله. وفي الوقت ده انا مريت باكبر ازمه في حياتي لما هي سابتني، لاني كنت فعلا بحبها. واللي وقف جنبي في ازمتي ديت هو خالي وماما، وهم اكتر اتنين قريبين مني واكتر اتنين بيحبوني في الدنيا. وعايزه اقول لكم اني انا لما خلصت دراسه، او لما يعني خلصت الجامعه، فضلت شويه وقت ادور على شغل، لكن للاسف ما لقيتش. وخالي شغلني معاه، وهو عنده مصنع كبير وفيه عمال، وكان فيه موظفين كتير. وانا بقالي كذا سنه يعني شغال مع خالي في المصنع، والحمد لله انا باخد مرتب كويس جدا بيكفيني وبيكفي مصاريف البيت. وهو ساعات كتير بيسافر بيشتري خامات للمصنع، وبيقولي المصنع امان في رقبتك وخلي بالك منه. وانا اللي بدير المصنع طول ما هو مسافر. وانا عايزه اقول لكم ان خالي اتجوز وطلق مرتين، وفي المرتين هو مخلفش ولاد، وهو عنده مشكله صحيه تمنعه من الخلفه، وكان بقاله سنين بيتعالج علشان يخلف، لكن زي ما تقولوا كده ربنا ما أردش، أو يعني ما كتبلوش الخلفة. وهو أمنية حياته إن هو يخلف ولد أو بنت، يعني علشان يشيل اسمه. خصوصا كمان إن هو حاسس إن هو بدأ إن هو يكبر، لأنه دلوقتي داخل على ال50. وبعد ما خالي يطلق مراته التانية بفترة صغيرة، هو لقى بنت في أوائل العشرينات من عمرها، وجت قابلته. كانت بنت بسيطة قوي، وطلبت منه إن هو يشغلها في المصنع. كانت عايزة تشتغل أي حاجة، وقالت له إن هي من أسرة فقيرة وفعلا محتاجة للشغل، لكن هي ما كانتش بتعرف تقرا ولا تكتب، وده كان شرط اساسي في اي وظيفة في المصنع. والبنت دي كانت جميلة قوي، وكانت صغيرة في السن. ومن اول ما خالي شافها وهو زي ما تقولوا كده اعجب بيها، او يعني دخلت قلبه، وهو حب يجبر بخاطرها ويشغلها عنده باي شكل. فقال لها ادام ما بتعرفيش تقري وتكتبي، ايه رايك تشتغلي في البوفيه، يعني تبقى عاملة بوفيه وتعملي شاي وقهوة للموظفين. قالت له انا موافقة، انا موافقة اشتغل اي حاجة، بس المهم اني انا اشتغل. وفعلا اشتغلت البنت ديت موظفة في المصنع، وشهر في التاني وبقت كل شوية تهتم بخالي، وتعمل له شاي وتعمل له قهوة، وتقعد تتكلم معاه وتقعد تدردش معاه، وهو حبها قوي. وبعد فترة صغيرة من بداية شغلها في المصنع، انا لقيت خالي بيقولي ان هو ناوي يتقدم لها ويتجوزها. وطبعا هي كانت عايزة تتجوز علشان فلوسه، وعشان هو صاحب المصنع اللي هي بتشتغل فيه. وفعلا خالد اتجوزها من فترة صغيرة، وهو بيحبها قوي، وكانت أمنية حياته إن هو يخلف منها ولد أو بنت. وطبعا عايشها أحسن عيشة، وجاب لها شقة حلوة قوي، وفرشها لها أحسن فرش. وهي بعد ما اتجوزت خالي بقت مرات البيه صاحب المصنع، وخلاص ما بقتش العاملة البسيطة اللي شغالة في المصنع، يعني مستواها اتغير خالص. وكمان هو كان بيساعد أهلها مراعاة يعني ليها، أو يعني علشان يرضيها.
وبعد ما خالي اتجوزها هو بدأ يهتم بالعلاج تاني، العلاج اللي كان بياخده علشان الخلفة، علشان يخلف منها. وهي كمان كانت مهتمة قوي ان هو يحصل حمل او يعني تحمل منه، علشان تثبت نفسها في الجوازة دي، وتضمن ان خالي ما يجيش في يوم من الايام ويطلقها علشان يعني يتجوز غيرها. وهو كل ما كان بيسافر كان بيوصيني عليها ويقولي لو هي عايزة اي حاجة اعملها لها او هاتلها اللي هي عايزاه. وكان بيبعتني ليها بحاجات كتيرة قوي في البيت. وانا في يوم وخالي مسافر انا لقيت مراته بتتصل بيا وقالت لي انا عايزاك في موضوع مهم. قلت لها خير. قالت لي انا عايزاك تفوت عليا كده لاني خالك مسافر بقاله شهر، وانا بصراحة عايزة اكتب له جواب وعايزة اقول له كلام مهم قوي في الجواب ده. قلت لها جواب ايه؟ هو في لسه حد بيكتب جوابات؟ وبعدين ده خالي قرب يرجع، طيب ما تكتبي له على الواتساب. قالت لي ما انت عارف انا ولا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب، وكنت عايزاك انت اللي تجيلي علشان تكتب لي الجواب ده، وانا حتى ما بعرفش استعمل الواتساب ولا اكتب عليه. قلت لها خلاص مش عارفه تكتبي على الواتساب، ابعتي له اوديو بصوتك باللي انت عايزاه، تقولي له بصوتك يعني، وهو هيوصل له على طول. قالت لي طيب انا خالك جايب لي تليفون جديد وانا ولا عارفه افتحه ولا عارفه استعمله ازاي، وانا عارفه انك انت يعني شاطر قوي في الحاجات ديت، تعالى افتحولي ووريني بيشتغل ازاي، واعملي الحاجات اللي المفروض ايه انها تتعمل عليه، وبرضه علشان تنقل الصور والحاجه من تليفوني القديم للتليفون الجديد، وابقى وريني لما تجيلي ابعت الاوديو لخالك ازاي. وفعلا انا خلصت شغلي في المصنع وفوت عليها، رحت لها البيت ولقيتها بصراحه استقبلتني احسن استقبال. وطبعا هي كانت لوحدها، ولقيتها لابسه حلوه قوي زي ما يكون كده خالها هيرجع من السفر في اليوم ده، وانا ما كنتش يعني واخد بالي ان هي لابسه اللبس ده، وكانت مستعده كده لاستقبالي. وفعلا هي استقبلتني وضيفتني وقعدت واتكلمت معايا شويه، وفعلا نقلت لها الصور بتاعتها اللي هي عايزه تنقلها من التليفون القديم للتليفون الجديد، وبعت الصور اللي هي عايزاها اللي هي يعني مصوراها لنفسها، بعتها من تليفونها لتليفون خالي زي ما هي طلبت مني بالظبط. وانا مش قادر اقول لكم هي كانت حلوه ازاي، كانت حلوه قوي في الصور ديت، وما اقولكوش بقى اللي كانت لابساه واللي كانت عاملاه في نفسها. وهي لما قالت لي هي عايزه تكتب ايه لخالي على الواتساب، قلت لها اي حاجه انا هكتبها لك، خالي هيبقى عارف ان انا اللي كاتبها، لان طبعا هو عارف انك انت ايه ما بتعرفيش تقري ولا تكتبي. فانا هوريكي تبعتي له اوديو ازاي، وانت بعد كده لما انزل من عندك اقعدي لوحدك كده وابعتي له الاوديو اللي انت عايزاه. قالت لي ليه ولما تنزل ليه؟ انا هبعت له الاوديو وكل حاجه دلوقتي قصادك كده. وفعلا بدات تبعت لخالي الاوديوهات قصادي، وانا مش قادر اقول لكم على الكلام اللي هي كانت بتقوله له. وطبعا زي ما انتم فاهمين، وخالي ما كانش يعرف اني انا عندها في الوقت ده. وبعد ما هي خلصت اللي هي بتعمله على التليفون انا استأذنت منها ونزلت، لكن طول ما انا مروح وانا كنت بفكر فيها، وما كنتش قادر ان انا ابطل تفكير فيها الصراحة، لان من اليوم ده وانا بدأت ان انا اشوفها بصورة مختلفة تماما، وكنت شايفها ان هي ست حلوة قوي، وكنت بقول يا بخت خالي بيها. وخالي في السفرية ديت طول اكتر من اي مرة، لانه راح لكذا بلد يعني علشان يشتري الخامات بتاعة المصنع اللي هو كان محتاجها. واتكررت مكالمات مرات خالي ليا، وبدأ يعني يبقى فيه اعجاب متبادل ومشاعر بينا، وانا بقيت برتاح قوي معاها لما كنت بروح عندها. ويمكن اللي خلاني اندمجت مع مرات خالي بالطريقة دي اني انا كنت لسه خارج يعني من الازمة بتاعت بنت خالتي، واتطورت علاقتي بمرات خالي في فترة صغيرة قوي، وكل واحد فينا قال للتاني ان هو بيحبه. وانا كنت ناسي خالي ساعتها خالص، وبقيت بروح لها البيت، ومرة على مرة حصل كل حاجة طبعا انتم فاهميني. حتى بعد لما خالي رجع من السفر كان كل ما بيشتغل شوية ولا بيروح مشوار بعيد هي كانت بتتصل بيا وبروح لها، كنت بروح لها البيت. لحد ما في يوم وانا في المصنع انا لقيت خالي بيفرق شربات على كل الناس اللي شغالين هناك في المصنع، ولما سألت الناس في ايه قالوا لي ادخل لخالك وبارك له. فدخلت لخالي وكنت متخيل مثلا ان هو يعني هيقول لي انه خد صفقة جديدة او اشترى مصنع جديد او يعني اي حاجة في الشغل كده، لكن انا اتفاجئت بيه ان هو بيقول لي ايه، بيقول لي اغرب حاجة فاجئتني في حياتي، وهي ان مراته حامل. وكانت يومها الفرحة مش سيعاه، لكن انا الوحيد اللي ما كنتش مبسوط بخبر حملها ده. عارفين ليه؟ لاني كنت عارف ومتأكد ان الطفل اللي هي حامل فيه ده اكيد يبقى ابني انا ومش ابن خالي. بس طبعا انا حاولت اني انا اتماسك وابارك لخالي
علشان ما يحسش ان انا مستغرب او يعني يحس ان انا زعلان باي حاجه. بس للاسف من بعد برضو ما عرفت ان مرات خالي بقت حامل، انا برضو مش قادر ابعد عنها. يا جماعه انا بحبها جدا وهي برضو بتحبني. طبعا انا عارف انكم هتقولوا لي ان انا غلطان واللي بعمله ده حرام وما ينفعش، بس غصب عني. كنت خارج من ازمه صعبه جدا، واي حد في مكاني اكيد كان هيعمل اللي انا عملته ده. طبعا الانسان ضعيف واي حاجه بتبقى قدامه بيضعف قدامها، بالذات كمان مرات خالي. يعني هي حلوه جدا جدا، ما اقدرش اقول لكم على جمالها. عايزه اقول لكم في الاخر يعني اللي عنده اي نصيحه يقولها لي يقول لي عليها. انا مش عارف دلوقتي اعمل ايه. اعترف لخالي واقول له اللي في بطن مراتك ده يبقى ابني انا، وافضح نفسي وافضحها معايا، ولا اخدها ونهرب ونمشي بعيد؟ انا مش عارف الصراحه اتصرف ازاي، بس خايف جدا لو خالي عرف حاجه زي كده ممكن يجراله اي حاجه. اسيبه يكمل فرحته على خير ولا اعمل ايه؟ بجد انا محتار. يا ريت تقولوا لي اعمل ايه. ودي كانت حكايتي معاكم النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه.